السوالم الرياضي الذي غادر البطولة الاحترافية إنوي القسم الأول في الموسم الماضي بعد أن خاض مباراة السد. هنا فرصة للمغرب الفاسي. سفيان جول 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 جول. سفيان بن جديدة يستفيد من الخطأ الفادح. مدافع اتحاد طنجة يرتكب خطأ فادحا. هدف أول للمغرب الفاسي. هلال الطاير، ما الذي حدث يا هلال؟ ما الذي حدث يا الطاير؟ سفيان بن جديدة لا يضيع أمام الشباك، لا يضيع أمام المرمى. فرحة كبيرة لسفيان. هنا اللقطة الماضية، هنا الارتباك، خطأ فادح على مستوى المنظومة الدفاعية لاتحاد طنجة. يستفيد من الخطأ سفيان بن جديدة ويسجل الهدف الأول للمغرب الفاسي هنا في طنجة، هنا في ملعب القرية الرياضية. هنا الخطأ الفادح الذي ارتكبه سيريكي سانوغو يقدم كرة الهدف الأول. جواد غبرة يخرج الكرة. اللقطة الماضية فوق لشهاب الذي سيسعى لقيادة المغرب الفاسي للعودة لمدينة فاس بالنقاط الثلاث. سعود جول 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 جول. اتحاد طنجة يسجل هدف التعادل. سعود يسدد وينفذ ركلة الجزاء بطريقة رائعة، بطريقة مثالية. سعود يسجل هدف التعادل. اتحاد طنجة يتحسر شهاب، يتحسر صلاح الدين شهاب على هذا السيناريو. المغرب الفاسي كان قريبا من الفوز والانتصار. تصبح النتيجة الآن متعادلة، هدف لكل فريق. تنفيذ ركلة الجزاء بهدوء كبير من هذا اللاعب سعود الذي كان قد سجل هدف التعادل لاتحاد طنجة في